حلقة جديدة من المعادلة الصعبة على قناة زيا تروث. سنحاول من خلالها تسليط الضوء على واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في المشهد السوري. سنتقرب اليوم من الواقع الاجتماعي والسياسي، من المخاوف والهواجس، ومن حقوق المكون العلوي كسوري أولاً ومواطن له حق الحياة والكرامة والأمان. لقاؤنا اليوم مع شخصية فكرية وإعلامية أثبتت حضورها بعمق التحليل وجرأة الموقف وصدق الكلمة. أرحب بالدكتور حسن مرهج. دكتور حسن، أهلا وسهلا بك على قناة زيا تروث. تحياتي إليك ولجميع المشاهدين وللقناة الكريمة زيا تروث. أتمنى لكم التوفيق. هذا أول إطلالة لكم إلي معكم. بتشكركم كثير على الاستضافة، وإن شاء الله من خلال شاشتكم الكريمة ومن خلال وجودك إن شاء الله بهذه القناة إنه يصل صوتنا إلى المكان المناسب ويلاقي أذان صاغية من خلالها نستطيع إنه نساعد كل مظلوم وكل محتاج، وحتى يعني المكون العلوي وليس المكون العلوي إلا باقي المكونات والأقليات الموجودة في أهلا وسهلا سوريا. دعنا دكتور نبدأ بقراءة موضوعية في المشهد السوري. كيف تقرأ اليوم الواقع السوري بشكل عام؟ هل نحن أمام أزمة عابرة أم أمام تغييرات عميقة تهدد بنية المجتمع والدولة؟ يعني بداية ما نستطيع أن يعني نسلط الضوء عليه هو بشكل يعني واضح وجلي لكل من ينظر إلى الوضع في سوريا. نرى بأنه هناك حكومة مؤقتة ومن سيطرت على الحكم بدعم يعني بعض الدول الإقليمية والدول الغربية مقابل الأموال، بأن سياسة هذا الفكر المتواجد الآن في سدة الحكم أو في الدولة المؤقتة نسميها كما نسميها، وهي مجموعة وعصابات الجولاني المتواجد في سوريا منذ بداية السقوط من 8 ديسمبر إلى اليوم. كل توجهات هذه الحكومة تشير إلى شيء واحد فقط، هي لا تريد أقليات متواجدة على الأراضي السورية، وهم أبناء الأرض. أبناء الأرض من المكون العلوي، بعدها الآن المكون الدرزي، وهناك أيضا يعني توتر ملحوظ وواضح رغم أنه ما تم التوصل إليه والاتفاق إليه في 10 من شهر آذار 2025 مع قسد والإخوة الأكراد تحديدا، إلا أنه هذا لم ينتج عنه أي شيء، بحيث أنه لا يوجد هناك أي دستور، لا يوجد هناك أي قانون، لا يوجد هناك مجلس اختاره الشعب ليمثله، لا يوجد يعني رئيس شرعي انتخب من قبل الشعب السوري. وكل ما تقوم به هذه الهيئة من أفعال تشير إلى شيء واحد فقط، أنه هم لا يريدون أي مكونات أو أقليات متواجدة على الأراضي السورية. وهذا نستطيع أن نشير إليه ببساطة وإثباتات بالدلائل القاطعة والفيديوهات التي تنشر بشكل يومي، من اعتقالات تعسفية، من فصل من أماكن العمل. الآن هناك عوائل 12 شهر لم يتلقوا أي راتب، وغير أنه فصلوا من أعمالهم، حتى من يعني الوظائف التي كانت وظائف وعملوا في المجال الحكومي المدني. وآخرها يعني هناك شركات الاتصالات السورية، وهناك الأفران، وحتى شركات بناء أو كانت أيضا يعني تواجد فيها عمال، وبالتالي تم فصل كل هؤلاء، حتى من التربية، حتى من كل المؤسسات الحكومية ومن الموانئ ومن المطارات. لبقيت هذه الطائفة العلوية أو الدرزية. نحن عندما نتكلم بالطائفة العلوية نتكلم عن كل الأقليات المتواجدين في سوريا، أيضا المسيحية التي تعاني من العديد من المضايقات.
والتنكيل والقتل والتفجير، يعني رأينا بالكنيسة. وكل هذا نستطيع أن نقول أن هناك يعني أهداف ممنهجة لتجويع الطائفة العلوية. طبعا لا ننسى، يعني من كثر الأحداث أحيانا ننسى أمور هامة جدا، وأيضا حرق كل المحاصيل الزراعية بمنطقة الساحل. وكلنا شاهدنا الحرائق المفتعلة التي كانت يقوم بها العصابات الجولانية بشكل يعني مفتعل وبفعل فاعل ممنهج لإحراق كل مزارعهم وكل أشجارهم الزيتون وكل خضارهم لضيق العيش، وبالتالي إما التهجير القسري وإما الموت جوعا وذل، عدا طبعا الاعتقالات والمداهمات والاغتصابات وسبي النساء وحرب النساء والعديد من الملفات التي الآن متواجدة على المشهد على هذا ما الأراضي كنت السورية. سأنتقل إليه في السؤال دكتور، لكن أجبت. لكن دعني أحدد أكثر. تقصد أن التمييز والتحريض وتغذية الكراهية هذا لعب دور كبير بالخطاب الطائفي تقريبا على تأزيم الموقف والمشهد في سوريا؟ نعم، يعني هناك يعني سياسة واضحة عندما يقوم مكون من أكبر المكونات الموجودة في سوريا، المكون العلوي، ويقوم في تسليم سلاحه بعد أن كان بشكل نظامي بدولة ذات شرعية معترف فيها في الأمم المتحدة وفي دول العالم، ولها تمثيلات وسفارات ودبلوماسيات. وهم عملوا ضمن هذه الدولة التي لها دستور ولها مجلس منتخب ولها وزراء ولها حكومة ورئيس حكومة ورئيس، وعملوا الجميع السوريين عملوا داخل القانون السوري. وعندما نرى كل هذه التوجيهات وهذا الأسلوب الممنهج من قبل هذه الحكومة المؤقتة، بأنه أولا إذا أردنا الحديث عن الطائفية، شاهدنا العديد من الهتافات التي تحصل بشكل يومي في كل الأحياء العلوية والمدن والقرى العلوية، والمضايقات وأسماع مكبرات الصوت والموسيقى، ما يعني كل الكراهية التي تنشر في حق العلويين في منطقة الساحل وغير الساحل. لاحظنا التهجير الممنهج من حي الورود في دمشق وعدة أحياء أخرى، وحتى المزة 86 التي تستهدف باتت بشكل يعني ليس فقط إنه التهجير القسري، إلا بالصواريخ باتت تقصف لكي يتم التهجير العلويين أيضا من دمشق. شاهدنا أيضا ونعرف جيدا بالنسبة للفصل الممنهج، وعندما يقول الجولاني بأنه بلقائه في اللاذقية مع وجهاء من الطائفة العلوية بين قوسين، يعني نقول وجهاء لأنه عليهم كانوا أن لا يشاركوا في مثل هذا اللقاء ويضعوا يدهم بيد سفاح كالجولاني، يعني ومعروف كان على رأسه جائزة 10 مليون دولار أمريكي. وبالتالي عندما جاوبهم بأنه الدولة لا تستطيع أن تتحمل هذا العبء ومن يعني العمل، وعليها فصل هؤلاء العمال. طيب، ما أنت تفصل هؤلاء العمال وتأتي في موظفين جدد من إدلب مكان هؤلاء العمال، هل لأبناء إدلب السنة لهم هناك يعني أموال هل تستطيع أن تدفع رواتب لمن تأتي بهم من إدلب حتى لا يمتلكون الخبرة وتضعهم كمدراء لمدارس، مدراء لمصانع، مدراء لجهات ومؤسسات حكومية؟ فكيف لهؤلاء هناك أموال وللعلوي لا يوجد لك أموال لدفع؟ لدينا يعني الضائقة المعيشية واضحة وبشكل يومي وممنهجي، وشاهدنا بالاحتفالات الأخيرة التي قاموا فيها في كل المناطق السورية كيف كانت هناك هتافات يعني تنادي للطائفية ولقتل العلوية والعلوية برا وكل هذه الهتافات التي كانوا يقومون بها. عدا ذلك هناك كان أيضا أمر هام جدا
دفع أشخاص يعني هم خارج الأمن العام من المدنيين من السنة والعشائر وغيرهم من المتواجدين في سوريا، ودفعهم إلى المواجهة عندما خرج العلويين في مظاهرة سلمية فقط للتعبير عن مطالبهم. كان الرد بدفع هؤلاء الناس انه للمواجهه مع العلويين في مناطق الساحل وتحديدا اللاذقيه تحت اعين الامن العام. دعني أنوه إلى نقطة. الذي يقوم بهذه الأفعال هم التكفيريين، من لا يؤمن بالمعايشة ولا يؤمن بالطرف الآخر. دعني أركز أيضا على سؤال مهم دكتور بعد الشرح المطول على الوضع المكون العلوي. هل يعيش حقا المكون العلوي اليوم خطرا وقلقا وجوديا؟ نعم بالطبع. عندما يخرج اليوم ما نحن أسميناهم يعني هؤلاء الفصائل السواطير، عندما خرجوا للمواجهة في اللاذقية بالسواطير والسكاكين وتم ذبح أكثر من شابين وكأنهم يذبحون نعاجا، وأيضا الولد الذي يعني كان يبيع خبزا لإحضار دواء لأبيه وتعرض إلى الشتم والضرب، وكل هذا كان تحت أعين الأمن العام والكاميرات التي يصور بها. والآن بسبب هذه الكاميرات هو يعتقل الأشخاص من تظاهروا من فتيات وفتيان ورجال ونساء يتعرضون للاعتقالات الآن ونحن نتحدث عبر شاشتكم الكريمة. هناك اعتقالات ممنهجة وضرب، وهناك تسريبات لفيديوهات كيف يتعاملون مع هؤلاء المعتقلين. الآن هناك خوف كبير جدا. يعني إن ذهب يعني لا ننسى أيضا الطفل الذي خطف لأكثر من 3 أسابيع وحتى يعني تم دفع أكثر $100,000 حتى إطلاق سراحه. وهذا كل هؤلاء الفكر التكفيري هي عصابات تتبع إلى الجولاني تحت مسميات مختلفة، ولكن كل هؤلاء من نفس الرحم التكفيري الذي كلنا نعرفه جيدا، وكلهم يتبعون إلى نفس الفصائل ونفس المنظومة الأمنية في سوريا. هم ليسوا خارج هذه المنظومة، يعني تارة نراهم في اللباس العسكري ولديهم بطاقات أمنية، وتارة يعني يكونوا بغير هذا، ولكن كلهم من نفس الرحم ونفس الفكر. والآن المكون العلوي نعم هو في خطر وجودي، نستطيع أن نقول في سوريا، إن كان شبابنا أو نساؤنا أو بناتنا أو أطفالنا، حتى الأطفال والمعلمات لم يسلموا منهم وقتلوا أمام المدارس. أصحاب المتاجر يقتلون على أبواب متاجرهم عندما وخاصة في ساعات الإغلاق. هناك أصحاب الأرزاق يعني يجبرون على إما نقل الملكية لهم دون أي مقابل، وإما القتل كما حصل في الآونة الأخيرة في دمشق، فيلا ومزرعة، وتم قتل أصحاب هذا الفيلا والأرزاق أو بستانهم. فهناك يعني العديد من القرى يتعرضون، يعني أحيانا نحن لا نستطيع أن نصل لكل معلومة، ولكن هناك قرى بالأرياف موجودة تتعرض بشكل يومي إما للدفع الأتوات والأموال، وإما التهديد كما حصل بإحدى القرى بريف جبلة، يعني إما دفع الأموال وإما نسائكم يعتقلون. يعني طلبوا من كل عائلة 1.5 مليون ليرة أن يدفعوا في الصباح وإلا يأخذون النساء. إذا بات الأمر حتى في العرض، وهم يروا بذلك، يعني نحن يروا بالعلويين ويكفروهم، وتحت إعلانات طبعا إنه هؤلاء فلول وهؤلاء فلول النظام، وكأنما فلول النظام عندما كان نظام ودولة ذات سيادة وشرعية، هؤلاء خدموا الدولة بموجب دستورها وليسوا فلول نظام كما هؤلاء فلول إرهاب وفلول تكفيريين من نفس رحم تكفيري، خرجوا كلهم بنفس الفكر متعطشي الدماء ولا يرون، وكل من يخالف لعقيدتهم هو كافر، إن كان مسيحيا أو علويا أو درزيا أو كرديا أو أشوريا أو مرشديا أو حتى إسماعيليا.
كلامك يقودنا إلى سؤال مهم دكتور حسن. هل تعتقد أن المجتمع العلوي تحمل تم تحميله سياسيا وأخلاقيا ما لا يتحمله كأفراد؟ وكيف يمكن فصل المكون الاجتماعي عن الصراعات القوى السياسية؟ يعني أنا باعتقادي تحميل الطائفة العلوية ما حصل على مدار 14 عام في سوريا هو تضليل للحقيقة، لأنه هناك دولة كان رئيسها فقط هو علوي، وباقي تركيبة الحكومة كلهم من المجتمع السوري. الأغلبية كانت من السنة، إن كان رئيس الحكومة، وزير الخارجية، ورئيس حتى الأركان وقيادات في الجيش وقيادات في الأجهزة الأمنية، وأيضا في الجيش نفسه، يعني في الجيش العربي السوري كان هناك أيضا من جميع المكونات حاربوا هذا الفكر التكفيري الذي يعني هاجم سوريا. كانت بدأت وكأنما ثورة، ولكن سرعان ما تحولت إلى كما تحدث وزير خارجية قطر تهاوشنا على الصيدة. 82 دولة أدخلوا هؤلاء التكفيريين عبر الحدود الأردنية والتركية، مسلحين مدربين، أتوا من الشيشان ومن الإيغور ومن تونس ومن المغرب ومن الأردن ومن جميع الدول العربية والدول الأوروبية حتى وإن كانوا متواجدين فيها، أتوا إلى سوريا. هل هذه ثورة أم هذا إرهاب؟ إذن أتوا لمحاربة وقتل كل سوري موجود على الأراضي السورية بغض النظر ما هي ديانته. ومن واجب الدولة أن تحارب هذا الفكر وتحارب هذا، مثلا كان داعش وكان جبهة النصرة وتحرير الشام والفصائل الذين نعرفها أيضا بالغوطة وغير الغوطة وبالجنوب السوري وبدرعا، وكل هذه الفصائل التي بالتالي تم التعامل معها وتهجيرها إلى منطقة إدلب، لأنه كانوا خطر على كل مواطن سوري. ومن واجب الدولة كان أن تحمي المواطن السوري وتدافع عنه، وهذا الجيش بكل تكويناته حارب هذا الفكر وانتصر عليه يعني بتحرير نسبة كبيرة من الأراضي السورية. لكن دكتور عفوا على المقاطعة، الطرف الآخر يقول لك بأن هم تعرضوا للقصف، تعرضوا للاعتقالات، تعرضوا للقتل، فتم تم أذيتهم وقتل. بيقولوا لك عندهم تم قتل 1,000,000 مواطن سوري. ما ردك على هذا الكلام؟ هم ليسوا طرف. هناك دولة ذات سيادة وذات شرعية لها الحق بالدفاع عن حدودها وأمنها وأمن مواطنيها، ولذلك هي دولة. وهم عصابات إرهابية تم تمويلهم من الخارج وأتوا من صقاع الأرض ليقتلوا يقتلوا السوريين. هم قصفوا مستشفيات، ما الطائفة العلوية. ما هو هذا تحميل مواجهة. لماذا تحميل دولة كانت تدافع عن شرعيتها وبقائها؟ ما ذنب الطائفة العلوية لتتحمل كل ما حصل، رغم أنه الجميع يعلم بأن أركان الدولة والجيش العربي السوري كان من جميع المكونات وأغلبها من الطائفة الأكثرية الموجودة بسوريا؟ لماذا تم تحميل الطائفة العلوية فقط عبء 50 عام؟ لأنه فقط السبب الوحيد كان المراد هو إسقاط شخص واحد وهو الرئيس، ولأن الرئيس علويا أرادوا إسقاطه، ويدعون بأنه من حمى هذا الرئيس هي الطائفة العلوية أو الجيش العربي من الطائفة العلوية. وهذا طبعا هناك تضليل كبير للحقائق. إذن من دافع عن كل سوريا، نحن لم ندافع على شخص، دافعنا عن سوريا كسوريا كجمهورية عربية سورية ذات سيادة، ذات مؤسسات، ذات قيادات. نحن لم ندافع عن شخص. كان ممكن أن يكون ليس بشار الأسد أو سابقا حافظ الأسد كعلويين، كان ممكن يكون أي رئيس دولة
وكان سوف يكون نفس الموضوع. ودلائل على ذلك ما حصل في حماة. عندما كانت موضوع حماة والإخوان المسلمين يعني حينها في منطقة حماة، من كان وزير الدفاع؟ أليس مصطفى طلاس؟ أليسوا هم كان وزير الدفاع وقيادة الأركان ومن هذا؟ وعندما هجموا هؤلاء الإخوانيين على صفوف الجيش وارتكبوا المجزرة بحق أكثر من 100 عنصر من الجيش العربي السوري، والتخلفات ويعني الهجوم على العدد من القياديين وقتلهم في داخل سوريا في منطقة حماة، كان الرد من؟ كان الرد من الجيش العربي السوري لحماية الوطن ومحاربة هذا الفكر التكفيري الإرهابي. إذن إحنا عندما نتحدث عن الإرهاب لا نستطيع أن نعطي صفة لهذا الإرهاب أن نجعله وكأنما هو طرف يستطيع أن يعني يحاورنا أو نعطيه منصة وكأنما شهادة حسن سلوك بأنه والله أنت حاربت وقتلت في السوريين. أنت ليس بهذه الصفة وليس بهذا المكون. ماذا يأتي بالإيغور على سبيل المثال اللي يعمل في سوريا، أو الشيشاني يعمل في سوريا، أو الإيغوري أو الأوزبيكي يجي يعمل في سوريا، أو التونسي أو المغربي أو الأردني حتى كما هو موجود الآن، والتركي يمول. هدفهم كان هو إسقاط شخص واحد لأنه عليه، ولو كان ربما سلميا ربما الأمور كانت مختلفة. وحتى لو كان سلميا على الجيش العربي السوري بكل مكوناته لكان فعل نفس ما فعله خلال 14 عام، لأن هناك تهديد وجودي كان لكل المكونات من قبل هذا الفكر التكفيري، وهو مستمر بمجازره وأثبتها أنه هو كان يستهدف المكونات والأقليات في سوريا للقضاء عليها، وهذا أثبت. دكتور، بحديثك عن الإيغور والشيشان ومختلف الفصائل الموجودة اليوم في سوريا، البعض يرحب بهم ويهلل ويعتبرهم أبطال ومحررين، وسمعنا البعض الآخر يقول عن الطائفة العلوية بأنهم دخلاء على الساحل. ما ردك على هذا الكلام؟ بداية نحن نستطيع أن نقول لهم نحن أبناء هذه الأرض وجذورنا أعمق من تاريخهم بمليون عام، موجود في منطقة الساحل وعلى الأراضي السورية بشكل عام. نحن أبناء هذه الأرض. نحن من قبل أن يولد هذا الفكر وأن يتواجد حتى على وجه الكرة الأرضية، جذورنا موجودة في هذه المناطق، ونذكرهم بأوغاريت وقبل أوغاريت، ويمكن منذ أن تولدت هذه البشرية احنا أبناء هذه الأرض. هم دخائل عليها وإرهابيين ووباء غير مرغوب فيها هذا الأرض، وسيأتي اليوم إن شاء الله أن لم يبقى منهم أي وباء موجود على الأراضي السورية، لأنه دنسوها بطهرها وارتكبوا جرائمهم بأبشع يمكن لا يستطيع العقل أن يوصفها، بأبشع الطرق. وتدنيس مثل هذه الأرض علينا أن نقتلعهم من جذورهم في هذه الأرض وإبعادهم عنا قدر الإمكان، وإعادتهم إلى حضن من أرسلهم لنا من الأتراك والدول الأخرى التي شاركت في يعني دمار هذه الدولة. نحن ليست بأقلية اليوم ولم نكن سابقا. نحن كطائفة علوية أكثر من 32 مليون علوي في سوريا وفي الإقليم، إقليم اسكندرون، وحتى في شرقي شمال قبرص، وبالعديد من العالم نحن متوزعين. نستطيع أن نقول دولة بحد ذاتها يعني للعلويين. نحن أبناء هذه الأرض، ونذكر ونعود ونقول نحن أبناء هذه الأرض وليس هم من أتوا دخلاء. وحتى لو أعطوهم الجنسية السورية هم تكفيريين، وشاهدناهم بمجازر الساحل ماذا فعلوا وما ارتكبوا من جرائم، ويعني التي مفروض أن يعاقب عليها القانون الدولي لو كان هناك قانون، ولكن القانون الرباني سوف ينتصر على كل مجرم وكل من ارتكب هذه الجرائم بحق الطائفة العلوية والمسيحية والدرزية طبعا. دكتور، ما الذي يحتاجه فعليا العلويون اليوم ليشعروا بالأمان؟ هل هي ضمانات سياسية من الداخل أو الخارج؟
فعليا حقوق دستورية، حماية اجتماعية، أم كل ما سبق؟ أين تكمن الحماية الحقيقية اليوم للطائفة العلوية؟ أنا باعتقادي كل ما تفضلت به كان ممكن أن يكون، ولكن للأسف هناك من اختار لربما خطط أخرى، ومن اختار أن يكون هناك بدائل لربما تكلفتها تكون عالية بالمستقبل القريب، لأنه من الصعب جدا اليوم كطائفة علوية أن نتعايش مع هذا الفكر التكفيري الذي ارتكب المجازر في حق كل بيت علوي في منطقة الساحل تحديدا، وارتكب المجازر التهجيرية والتجويع حتى في منطقة دمشق. ولا ننسى هناك أكثر من 1,200,000 علوي متواجدين أيضا في العاصمة دمشق، عاصمة الجمهورية العربية السورية سابقا. جوابك لغالي سؤال كنت محضرته فعليا لحتى أسألك إياه. كان هو السؤال عبارة عن هل ترى أن المصالحة الوطنية ممكنة في ظل هذا الكم من الجراح والكراهية، وما شكل المصالحة العادلة من وجهة نظرك؟ نعم، لذلك أنا أجيب على السؤالين فيه لأنه جوابهم واحد أعتقد، لأنه طرحي كان ممتاز جدا. لو كان هناك فعلا إرادة من يستلم سدة الحكم، وإحنا أثبتنا حسن النية عندما سلمنا السلاح. لو لم نسلم سلاحنا لكان لم يكن وجود لهؤلاء بأراضي الساحل بشكل عام بأغلبيته، يعني إذا كان يمكن لكانوا منغلقين فقط بمنطقة دمشق، ولكن نحن من حسن نية سلمنا السلاح وألقيناه، ليس خوفا وليس هذا إلا من طيب إنه نحن فعلا هناك إرادة حقيقية لإنهاء هذه الحروب والذهاب إلى التعايش وعلى كسوريين، وليسوا كطوائف وليس كديانات، إلا كسوريين كما كنا في الماضي، نحتفل مع بعض ونفرح بأفراح بعض ونحزن لأحزان بعض. هذا كان يعني وتعود سوريا أن تكون وتتخذ موقعها السياسي والسياحي والاجتماعي الحقيقي في كل هذا الدول. هذا ما كنا نتمنى، ولكن للأسف أتونا في أمور أخرى، وبدأت المضايقات منذ اليوم الثاني أو الثالث. بدأت المضايقات في حق الطائفة العلوية، وبدأت أيضا خطف النساء وسبي النساء والأرزاق والسيطرة والسلطة على كل ما يمتلكه العلوي. لذلك وبعد المجزرة التي حصلت في 6 آذار 7 آذار، نحن الآن بعد هذه المجازر لا نستطيع أن يعني يكون لدينا أمن وأمان التعايش معهم. كيف لي أن أجلس مع أي شخص منهم بمكان عمل وأنا أعرف أنه هو من نحر ابني أو قتل ابن جيراني بدم بارد، أو مسك الطفل العلوي وخبط رأسه تلززا أنه خسار في رصاصة بالحائط ليرى دماغه منتشرة على الحائط، وهو باعترافهم، ليس يعني نحن لم نحقق معه ولكن هم اعترفوا بذلك. يعني واحد شخص طلع واعترف ب 12 طفل قتلهم بنفس الطريقة. أكثر من ذلك إنه البنت العلوية مهما كان جيلها حلال أن تغتصب، وبالتالي قتلها لأنه نطفهم حرام يكون بوحدة كافرة فيقوموا بقتلها، وهذا ما فعلوه بالساحل. كيف لنا بعد كل هذا النحر واقتلاع قلب شخص وهو على قيد الحياة، اقتلاع قلبه، وشاهدنا كلنا الفيديوهات، أو الوالدة التي كان أولادها يعني قتلوا أمام عينها ومنعت من دفنهم حتى أو الاقتراب منهم أو البكاء عليهم، أو حلق الشوارب وما فعلوا في السويداء منه. كيف نستطيع اليوم أن نتعايش مع هذا المكون؟ وأهم من ذلك من قام أيضا ضدنا هم من حميناهم خلال 14 عام وفتحنا لهم بيوتنا من الإخوة السنة، لربما كانوا معتدلين أو لا، هناك قسم منهم كبير أيضا من هو ساهم في قتلنا، وهم الجيران أو ساكنين بيننا ونحن من حضرناهم. لذلك اليوم لا يوجد أمن وأمان لهؤلاء، لا تستطيع أن تدير ظهرك لهم أو تتعايش معهم أو تأكلي أنت وهم في نفس الصحن. لذلك الحل الوحيد الآن هو الانقسام. الانقسام
عن تقسيم سوريا كدولة علوية، دولة كردية، دولة درزية، وتبقى دولة سنية. لربما بعد 10 أعوام، 20 عام، 30 عام ممكن أن تكون هناك صفاء ما، أجيال تتبدل، ونستطيع أن نعيد سوريا وتوحيد كل الأقاليم مرة واحدة. غير ذلك أنا لا أرى أي حل. دكتور، هناك يعني الموجودين، أنا لا أحب أن أسمي الطوائف بمسمياتها للأمانة، لكن المعتدلين من الأكثريات في سوريا لا يقبلون بما يحدث، ولا يعني دائما يرفضوا ما يحدث. يعني لماذا لا يضع الجميع يده من كل الطوائف لرفض هذا الخطاب الطائفي، لإيقاف هذه المجازر؟ ويعني من أتى فعليا بهذا الخطاب هو من أراد التقسيم. لماذا أنتم والمعتدلين وجميع باقي المكونات ترفضوا هذا الخطاب أو ترفضوا التقسيم؟ الذين أتوا التكفيريين، أكرر، هم بفكرة الانقسام من خلال الأفعال التي يقومون بها. نحن رحبنا بذلك منذ بداية السقوط إلى الآن. رحبنا بذلك وطلبنا وناشدنا وتحدثنا، ومطالبنا لم تكن كثيرة. كل ما كان هناك، ونزلنا بصدور عارية، ونزلنا إلى الساحات، وكانت مطالبة حرة وديمقراطية بمطالب حق. ما طلبنا الإفراج عن المعتقلين، إعادة المفصولين إلى عملهم، للعيش الكريم، وعدم التعرض ونبذ الطائفية، حتى نبذ الطائفية، والحديث بالطائفية يعتقل ويعاقب بموجب قانون. ولكن من الإخوة السنة المعتدلين لم نشهد مثل هذه الأصوات. أكثر من ذلك، أنا لربما أستطيع أن أقول وأفهمهم بعد الشيء. نحن نقول إنه الساكت عن الحق شيطان أخرس. يعني عندما أنت ترى الحق ولا تستطيع أن تقوم وتضع يدك بيد كل باقي الطوائف يدا واحدة ضد هذا التقسيم، هذا لم يحصل. نحن خرجنا فقط بأنفسنا ومطالب محقة وبطريقة سلمية، ولمدة 2 3 تم الاعتصام. ماذا جرى بعد ذلك؟ اعتقلوا مشايخنا العلويين. الشيخ علي هلال لغاية الآن هو معتقل، ومشايخ أخرى تم اعتقالهم، وصبايا فتيان وفتيات يتم اعتقالهم لأنهم شاركوا بالتظاهر، وأيضا شباب يلاحقون الآن، والاعتقالات وفيديوهات توثق كيف يضربون بكعب البارود في ظهورهم وهم يدخلوهم إلى المعتقل. وهناك حملات بكرة على جبلة ومناطق أخرى بالمزيد من الاعتقالات. هكذا هم واجهونا، ولم نسمع أي أصوات أخرى عدا الإخوة الدروز والأكراد يعني يتحدثون عن هذه الاعتقالات التعسفية، والصوت العلوي الذي يخمد بقوة النار وبقوة الضرب وبقوة السلاح. ولم نسمع الصوت، للأسف لم نسمع الصوت السني المعتدل يناشد بأي شيء. أعتقد لو وضع يده بيد الآخرين لربما كان حافظ على وحدة السورية وكانت الأمور سهلة أكثر. ولكن لاحظنا أيضا المشايخ السنة ماذا فعلوا في دمشق. تم التنكيل بجسده وقتله أمام أهله منذ أشهر. يعني حتى هم لم يسلموا من هذا الفكر التكفيري. وبذلك نرى بأنه الانقسام هو الحل الوحيد ولا يوجد بديل له. مع كل المحاولات، يا ريت لو كان كما تحدثت وهذه الأصوات تعالت وطالبت، يعني نشعر بالأريحية أن هناك من يحمل معنا هذا الحمل الكبير. نحن لم نرد التقسيم، ولكن هم أجبرونا على التقسيم. نحن لم نرد أن نذهب ونمد يدنا إلى دول أخرى لربما لطلب المساعدة، ولكن هم من أجبرنا على ذلك، وهم من أجبرونا على، لأنه الآن بقينا نحن طائف. هل نقتل بالذل وبالإذلال وموت من الجوع والقهر، إما أن ندافع عن أنفسنا؟ لا، نموت بكرامة أفضل أن ما نموت في الذل والهوان. ولمن؟ لتكفيريين لا دين ولا ديان لهم.
الأمان والكرامة حق الجميع من أي طائفة كان، وهي حق الإنسان لأنه إنسان. نعم. دكتور حسن، رسالة حضرتك إذا حبيت توجه 3 رسائل فعليا، فيني أقول رسالة للمجتمع السوري عامة، رسالة للدول وصناع القرار، ورسالة للمجتمع العلوي تحديدا، ماذا يمكنك أن تقول؟ يعني بداية أنا أتوجه برسالة للمجتمع العلوي أينما كان. ونحن شاهدنا يعني بعض الفيديوهات التي كانت لأستاذ رامي مخلوف وقبلها محمد جابر وغيرها من القيادات يعني المتواجدة خارج البلاد أو رجال الأعمال نسميها خارج البلاد. هذه الفيديوهات لا تنفع ولا تفيد الصف العلوي. ما يفيد العلويين الآن، وأنا أناشدهم جميعا أينما وجدوا، أنا أعرف أنه الكل محروق والكل بده يساعد والكل بده يقدم والكل بده يخدم للحفاظ يعني التخفيف أو منع المزيد من الإجرام على المكون العلوي. لذلك ما نريده أن نكون صفا واحدا، كلمة واحدة، أن نتحدث في توجه وأهداف واحدة، لأن كلنا بالآخر أهدافنا واحدة، ولا نريد أن نكون مجتمع منقسم لا يوجد يعني لنا يعني خيار إلا أن نكون يد واحدة، كلمة واحدة، ويكون لنا توجه واحد. وبالتالي هناك فعلا يعني احنا كنا مشتتين لفترة كبيرة، ولكن بالتالي ظهر الشيخ غزال استطاع من خلال كلماته أن يوحد الصف العلوي، ورأينا بهذا التواجد والكلمة هناك إقبال كبير جدا، لأنه هذا ما كان ينقصنا. دكتور لا تحرقني السؤال مخصص. تركت فقرة كاملة للشيخ غزال. دعني أسمع رسالتك للمجتمع السوري خاصة، والرسالة للدول وصناع القرار. تفضل. الرسالة الأخرى لكل صناع القرار في العالم وكل من يعني لديه إنسانية وضمير إنساني ويعترف بحق الإنسان أنه ولد حرا ليكون حرا وليعبر عن كلمته حرا وليعيش في أمن وأمان وكرامة عادلة أينما كان على وجه الكرة الأرضية. نتوجه لهم بالتدخل السريع والتخفيف وتقديم المساعدات الإنسانية العينية وغيرها والصحية إلى الطائفة العلوية التي تعاني صحيا، تعاني فقرا الآن، تعاني القوت اليومي، وتعاني البرد والصقيع المتواجد الآن في الساحل السوري. أن يقدموا المساعدات الإنسانية، لأنه لربما فقط هذه الجهات الأوروبية والغربية والأمريكية وغيرها ربما تستطيع التحدث مع الحكومة المؤقتة والسماح لها بإدخال هذه المساعدات الفورية والمستعجلة والملحة. الأمر الآخر، ومن خلال شاشتك أريد أن أتوجه إلى الرئيس رئيس الإمارات برسالة خاصة، أن فعلا لربما هو يستطيع أن يقدم المساعدة إلى الطائفة العلوية، وأن يفسح لنا المجال حتى لو بلقاء في الإمارات لنشرح وجهة النظر من خلاله. لربما هو يستطيع أيضا أن يؤثر في هذا الموضوع، ونعرف أن هناك سفارة أيضا للإمارات العربية المتواجدة في دمشق. ربما من خلال يعني من خلاله نستطيع أن نتحدث ونقدم وجهة نظرنا وأن نبني آلية للمساعدات الإنسانية ولربما تقديم أي مساعدة للمجتمع. نحن نريد السلام ونريد الحياة الكريمة ولا نريد غير ذلك. ويعني أتمنى أن هذه الرسالة تصل لسيادة الرئيس ومن خلال شاشتكم الكريمة، وفعلا نستطيع أن نلتقي أو نلتقي مع ممثليه حتى لو كان مع سعادة السفير الإمارات في تل أبيب. أنا جاهز أن ألتقي به وأقدم له ملف كامل عن الوضع في الساحل
وأتمنى أن يعني هذا النداء يصل إلى سعادته أو إلى سعادة السفير سيادة الرئيس أو لسعادة السفير في تل أبيب. دولة الإمارات يعرف عنها دولة التسامح ودولة الإنسانية ودولة الحضارة. نتمنى أن تصل رسالتك دكتور حسن. دعني أنتقل إلى محور مهم جدا، وهو الشيخ غزال غزال وتأثيره على الشارع العلوي. من وجهة نظرك، ما هو الحجم الحقيقي لتأثير الشيخ غزال غزال داخل المجتمع العلوي؟ يعني المجتمع العلوي كان بحالة انقسام وضياع، ونحن شاهدنا ذلك في الأشهر العديدة وخاصة بعد المجازر وما بين المجزرة والسقوط. كان هناك حالة ضياع، يعني لا توجد قيادة، لأنه في طبيعة المكون العلوي يعني هو يعني حتى لا يوجد دعنا نقول قائد أعلى إن كان دينيا أو حتى يعني سياسيا أيضا لم يكن متواجد. وكل اعتمادنا نحن كنا عايشين في سوريا كجزء من هذا المجتمع، وطبعا هناك مشايخ محليين، يعني كل مدينة أو كل ريف أو كل هذا هناك مشايخ محليين، ولكن لا يوجد مجلس روحي أنه يستطيع الكل يتبع هذا المجلس. وبالتالي عندما كانت الحاجة ملحة وظهر الشيخ غزال غزال وتحدث في المرة الأولى وطالب بالاعتصام لمدة ساعات يوم، وطلب الاعتصام أن يكون ثاني يوم، ويعني نزل إلى الشوارع هذا الكم الكبير، وهذا دلائله كبيرة جدا بأنه شوف قديش المأساة والقهر الذي يعيشه المكون العلوي في سوريا، وأراد هذا الانفراج أن يستطيع أن يعبر عن نفسه بالطرق السلمية ويوجه نداءاته إلى الحكومة المؤقتة وللجولة. وبالتالي يعني حقيقة الأمر لم نتوقع ولم أحد يتوقع بأنه يكون هذا النداء يصل إلى كافة العلويين، ويكون هذا النزول إلى الشوارع والاعتصام بالتعليمات التي أوصى بها أنه نحن نريد المطالبة السلمية والعادلة، وأن لا تكون هناك يافطات إلا يافطات عادلة وإلى آخره، وعدم يعني التحدث بأي طائفية إلا ما هي مطالب عادلة للمجتمع والمكون العالمي. هذا أعطاه ميزة كتير كبيرة، وليس من باب إنه والله إنه هو الموضوع موضوع ديني، لا، هو الحديث كان موضوع سياسي من رجل دين. سؤالي هذا بالفعل دكتور، سؤالي إنه الشارع العلوي هل يتحرك بناء على طلب الشيخ غزال غزال من دافع ديني، أم نتيجة خوف وألم وتراكمات دفعت الناس فعليا للخروج تلقائيا دفاعا عن وجودهم وكرامتهم؟ وسؤال آخر أتمنى الإجابة عليه من ضمن إجابتك دكتور، يعني فعليا بناء على كلامك اللي تفضلت فيه، هل يمكن اعتبار اليوم أن قائد الشارع العلوي هو الشيخ غزال غزال؟ يمكن هذا التوصيف أم هو توصيف مبالغ فيه؟ لا، إحنا ما حصل حقيقة الأمر يعني بحالة الضياع الذي يعني كان موجود، حديث الشيخ غزال غزال هو حديث سياسي من رجل ديني. يعني المطالبة بالنزول إلى الشوارع والمطالبة المحقة بمتطلبات العلويين لا علاقة له في الدين. نعم، وتحدث بصفة كرجل دين، ولكن يعني الرسالة كانت واضحة، والرسالة عادة في دول يعني ذات قانون وسيادة تصدر من رجال سياسيين وليس من رجال الدين. رجال الدين يعني هم مبتعدون كل البعد عن هذا الموضوع، ولكن بعدم وجود أو هناك خذلان وخيبة أمل دعينا نقول من بعض القادة البارزين الذين كانوا في الساحل بالماضي أو في وجود الحكومة، هم غير موجودين على
الأرض على الساحل الآن، وبعضهم نحن نعرف أين يعيش، وغير متوفرون إلى الحديث عن أو إعطاء دعينا نقول يرسم الخطط والأهداف للمكون العربي. فظهر الشيخ غزال بصفته الدينية، ولكن الحديث والحوار كان سياسيا. نعم، والنداء الآخر عندما نادى للإضراب ل4 أيام أو 5 أيام أيضا كان هناك يعني تجاوب كبير جدا من المكون العالمي، رغم التهديدات بأنه الفصل من العمل، ورغم التهديدات بالاعتقالات، ورغم أنه هناك كانت إنذارات وضغوطات كبيرة من السلب الأهلي وغيره إلى العديد من الأشخاص، إلا أنه كان التزام واضح. إذا حظي الشيخ غزال بطبيعته الدينية وبشخصيته الدينية، حظي بالثقة الكاملة للمكون العلوي، لأنه رأى بذلك هي تصبو في الحقوق العلويين بالعيش الكريم، وليس من باب الدين إلا من باب الإنسانية والحقوق والسياسة وإلى ما هنالك. حظي في الثقة الكبيرة من الأغلبية من العلويين في الساحل السوري، ورأينا التأييد الكبير لهذا، ومنهم أنا من أيدت ويعني أيضا يعني كتبت وطلبت أنه الكل يكون تحت كنف وعباءة الشيخ غزال، لأنه هو الوحيد الذي يتحدث ليس من باب المصلحة الشخصية، وإنما من المصلحة العامة والحفاظ على هذا المكون والحقه بأن يعيش في كرامة وفي في في إنسانية وأمن وأمان. وهذا ما جعل أنه والآن الجميع ينتظر يعني ماذا سيقول الشيخ غزال يوم غد أو بعده أو بعده، لأنه فعلا هو بات قائدا سياسيا نستطيع أن نقول بصفته الدينية إلى المكون العلوي في الساحل. وهذا كان بتأييد ساحق وكبير شاهدناه جميعا على وسائل التواصل الاجتماعي، والكم المتواجد على الأرض هذا كان أكبر دليل لذلك. وهو كسبها لأنه رجل محب ورجل إنساني ورجل لغاية الآن يطالب في حقوق العلويين بالطرق السلمية الواضحة، والذي دائما حتى استطاع أن يمنع فخ نصبه لنا الجولاني وعصابته بأن تكون هناك حربا أهلية ما بين العلوي والسني. وطلب الشيخ غزال بأنه كل العلويين الانضباط والتواجد في المنازل، وعدم المواجهة أو الانجرار إلى لا تكون مواجهة مع السنة في اللاذقية تحديدا أو حتى في سوريا. باعتقادي الآن هو العنوان للحديث بأي شيء مصيري بالنسبة للطائفة العلوية. نحن ندعمه جميعا، كل واحد بمكانه وبإمكانياته نصطف ورائه وندعمه بشكل دائم، طالما كل ما يتحدث عنه هو يصبو ويصب في مصلحة الطائفة العلوية في سوريا. دكتور، دعني أعود قليلا سؤال يمكن حضرتك كنت عم بتجاوب عليه، بس يمكن ما أخذ حيز من الإضاءة أكثر. في الآونة الأخيرة تزامن بيان رامي مخلوف مع ما سمي بتسريبات قناة الجزيرة إلى جانب تصاعد خطاب يتهم الفلول. من وجهة نظرك هذا التزامن بين البيانات والتسريبات والاتهامات كيف ترى الموضوع؟ يعني بداية خطاب رامي مخلوف كان غير موفق، وحقيقة الأمر حظي في معارضة كبيرة جدا من العلويين في سوريا وفي الخارج، لأنه وهذا إذا عدنا إلى ما بدينا به الحديث، من الصعب جدا اليوم أن نشاهد أو نرى أنه أي إنسان كان خيراته ورأس ماله يعني كان من الشعب السوري وبنى ثروته في سوريا
يعني من الشعب السوري ومن حقوق يعني والسوريين. كان المفروض أن يعني أقل ما فيه هناك يقدم مساعدات شهرية إلى سوريا. كان المفروض أن يسعى إلى ذلك، وبالتالي خطابه كان موجها، وبعد أن خرج العديد من البيانات وبعد أن خرج بفيديو يتحدث إلى المكون العلوي أو الساحل. ماذا خرج في الفيديو؟ يقول أمران. الأمر الأول أنه هو معترف بسلطة الشرع أو الجولاني، وهو يريد الحديث إليهم حفاظ لربما على ما تبقى من ثروته ومصانعه وشركاته في سوريا. والأمر الآخر يعني أنه لربما يستطيع أن يقدم المساعدات إلى يعني وكانما يصنع جميلا ما إلى المكون العلوي أو شرائهم في أمواله. والأمر الأهم بذلك أنه هو تعرض لشخص يعني اليوم الكل يحترمه، ولم نلقى يعني من يتحدث أو يقود هذه السفينة إلى بر الأمان مثل الشيخ غزال. أين هو كان وأين أمثاله كانوا موجودين؟ فبذلك يعني خاصة أنه حديثه على الشيخ غزال ومد يده إلى الجولاني، نرى بذلك خيانة كبرى، لأنه من يضع يده بيد إنسان سفك الدم العلوي وارتكب المجازر بإمرته مؤتمر الجميع، هذا يعني عار وعيب، ويعد خائن لطائفته ولأبناء سوريا بشكل عام أو الأقليات بسوريا. وتعرضه لشخص الشيخ غزال أيضا هذا كان غير موفق وليس في مكانه. نعود إلى التسريبات أنا باعتقادي لا يوجد لها علاقة ما برامي مخلوف، أو لربما هذه التسريبات أرادوا منها أيضا الرد على رامي مخلوف. يعني هو توسل ليصل إلى الجولاني ولربما يفتح معه خط من خلاله والتعاون معه، فكان الرد من الجولاني والتسريبات التي نشرت في الجزيرة. ونحن نعرف أن الجزيرة داعمة مطلقة لهذه الحكومة هي وبعض القنوات العربية. وبالتالي التسريبات أنا أرى بها شيء جميل جدا. يعني ليس عيبا أن يكون قادة عسكريين حاربوا هذا الإرهاب أن يكونوا اليوم على أيضا مسعى لمحاربة هذا الإرهاب الذي ما زال يقتل بنا. إذن ما العيب بذلك؟ إنه لو نضع يدنا الآن بيد الشيطان حتى نحافظ على الطائفة العلوية في سوريا ومنع هذا القتل الممنهج ومنع الاعتقالات الممنهجة ومنع اغتصاب النساء وسبيهم وخطفهم أو الأولاد أو الأطفال أو إلى ما هنالك أو التجويع المستمر. إذن ما العيب أنه أنا أقوم بأي شيء حتى أحافظ على طائفتي العلوية في سوريا؟ إذن هؤلاء القادة الذين حاربوا الإرهاب على مدار 14 عام يجب أن يتحدثون فيما بينهم. نعم تم خرق وتسجيلات وتسريبات لا نخشاها ولا حتى نخجل بها، ما عدا بعض يعني من القهر، بما انه يعني بعض دعينا نقول الطوائف لم تكن جانبنا، لم تنصفنا حتى بالتعامل معنا كما عاملناها. وقالوا الحقيقة، هذه الحقيقة، علينا أن نقول الحقائق اليوم ولا نتستر وراء أصبعنا أو الشمس نغطيها في غربال. هذه الحقائق التي حصلت للطائفة العلوية. نحن ساعدنا الجميع، ولكن لم نجد شخص واحد أو من أي طائفة أخرى يقف إلى جانبنا. بالتالي على هؤلاء العسكريين الذين هم كانوا جزء من الجيش العربي السوري، الذين حاربوا من أجل كل السوريين وليس فقط من أجل الطائفة، حاربوا بكل الجبهات جنبا كتفا إلى كتف، هو والسني والكردي والشيعي والدرزي وغيره، حاربوا هذا الفكر الإرهابي. بالتالي عليهم أن يتحدوا اليوم ويتحدثوا بالطائفة. أنا لا أرى بذلك أي خجل أو أي عيب من هذه الخرافات. ونشكر الجزيرة على بما أنه نشرت هذه التسريبات دعينا أن نقول، وبذلك نحن نفتخر بقيادات العسكرية التي كانت لدينا من المكون العلوي، وعليها أن تأخذ دور اليوم إذا استطاعت ولحماية المكون العلوي، لأنه لا يوجد حماية إلا الآن إلا من الله سبحانه وتعالى.
فقط. لا توجد أي دولة تمد العون لنا حتى في قلم أو في حتى شقفة خبز. ونعم بالله دكتور حسن. نحن محكومين بالأمل، وأتمنى كلمة أخيرة منك إلى السوريين عامة وإلى الطائفة العلوية خاصة. هل هناك بقي أمل بمستقبل يضمن كرامة الجميع ويوقف نزيف الدم والكراهية؟ نعم، أنا أتوجه للطائفة العلوية وأتمنى أن يسمعونا جميعا بأنه الأمل موجود والفرج قريب، ولن تتعدى فترة كبيرة إلا ويكون إن شاء الله الساحل يعني خالي من هذا الوباء ومتعافي منه، سواء في قرارات دولية التي نسعى إليها ليل نهار ونطالب برفع الظلم والقتل عن العلويين في الساحل، متحدين مع باقي المكونات في سوريا. تحملوا القليل، لم يبقى الكثير، وسوف يرفع هذا الظلم عن كل العلويين. وهناك حراك دولي الآن بعدة دول بهذا الصدد بهذا الشأن، وأتمنى أن يكون سريعا، وأتمنى أن دولة الإمارات برئيسها أن تتحرك وتقف إلى جانب المكون العلوي وتنصفه، والحلول السلمية. نحن لا نريد سفك دماء ولا نريد الحرب، كل ما نريده العيش الكريم والأمان والانقسام لربما الفيدرالية أو غيرها، لندير أنفسنا بأنفسنا بدعم العديد من الدول التي أبدت الآن يعني نوايا حقيقية بالوقوف إلى جانب العلويين والمساعدة قدر الإمكان لرفع هذا الظلم والقتل والمجازر التي ترتكب في حق العلويين. صبرا صبرا، والحلول قادمة إن شاء الله بأسرع وقت ممكن وقريبا. لا أستطيع أن أفصح أكثر من ذلك، ولكن أنا على يقين بأنه الفرج قريب جدا جدا بإذن الله. دكتور حسن، شكرا لحضورك ولأنك وضعت يدك على الجروح بوضوح وبمسؤولية. هذا الحوار لم يكن ترفا سياسيا ولا خطابا عاطفيا عابرا، بل محاولة لقول الحقيقة كما هي، لأن إنكار الألم لا يلغي وجوده، وإخفاء المظلومية لا يصنع استقرارا. ما يحدث اليوم ليس خلافا طارئا، بل نتيجة تراكمات مؤلمة تحتاج إلى شجاعة الاعتراف وعدالة الموقف وحماية الإنسان أولا قبل أي عنوان سياسي. المجتمع العلوي كسائر السوريين ليس كتلة صالحة للاتهام، بل بشر لهم مخاوف، حقوق وحق مشروع بالحياة والكرامة والأمان. إن أردنا وطناً، فالوطن لا يبنى بالخطابات الكراهية ولا بتبادل الاتهامات، بل ببناء ثقة حقيقية وبضمانات عادلة وبمسؤولية تاريخية اتجاه كل مكون يشعر اليوم أنه مهدد ومستهدف. عندها فقط يمكن أن نعيد ترميم ما تهشم ونفتح باب المستقبل لأبنائنا دون خوف. شكرا لكم متابعينا الكرام، وإلى حلقة جديدة من المعادلة الصعبة على قناة زيا تروث. شكرا لك دكتور حسن، نورتني. أهلا وسهلا. شكرا لك ولقناتكم الكريمة. شكرا.